أعتقد لهذا السبب معظم الناس بيشوف أن التسويق الإلكتروني ما يجيبش أي نتيجة وما يحقق أي فائدة. التجربة مع الأشخاص الغلط أو الذي ما عندهمش خلفية في التسويق الإلكتروني أو الشركة اللي ما عندهاش القدرة على تحقيق أهداف العميل عادة تولد لدى العميل نظرة سلبية وانطباع أن التسويق الإلكتروني مجرد أداة عبثية ولا يمكن أن يستفيد منها أبدا. فتلاقي كثير من العملاء عنده نظرة عن التسويق الإلكتروني أنه ما جابلاش أي نتيجة. أدخل أنا وياه في مجموعة أسئلة أرى أنه جرب مع خبير ما يكونش عنده خلفية كبيرة في التسويق الإلكتروني، خاض التجربة مع وكالة تسويق لكن ما حققتلاش أهدافها المرجوة، أو أنه كان طارح توقع كبير عن التسويق الإلكتروني بحيث أنه جرب وما حققش التوقعات التي في باله، أو لربما تكون نظرة العميل نفسه أنه الميزانية ما لهاش أي داعي وأنه التسويق الإلكتروني أداة مجانية تماما وقادر يحقق بشكل مجاني أي هدف في باله. فهنا في مجموعة نصائح أقدمها لأصحاب الأعمال وكذلك خبراء التسويق ووكالات التسويق. أولا النصيحة لوكالات التسويق أو خبراء ومختصي التسويق: لما تشتغل مع عميل لازم انك تكون متفق انت وياه واضح معاه وصريح تماما عن كل النقاط اللي بتشتغل عليها سواء محتوى واعلانات. وكذلك لما تتناقشوا بخصوص الاهداف حاول انك تكون منطقي ولا تعطيش اهداف كبيرة توهم فيها العميل او تخليه يتحفز بزيادة لما يجي للواقع بعد بدأ العمل في الاعلانات او التسويق الالكتروني يلاقي انه ما حققش النتائج اللي وعدته فيها فينظر للتسويق انه مجرد اداة ما بتحقق لاش الاهداف المرجوة اللي في باله. فأنت لازم أنك تكون أنت وياه واضح وصريح، وحبذا يكون في تعاقد رسمي يوضح كل النقاط اللي بينك أنت وعميلك. أما بالنسبة للعميل حاب أقول لك أنه التسويق الإلكتروني بالفعل أداة قوية ومن أفضل أدوات التسويق في العصر الحالي، إلا أنه لازم أنك تعرف أنه ليس مجانا وأبدا ما هوش مجموعة نقرات على التلفون. الموضوع يحتاج إلى صبر وطولة بال ولازم تعطي الموضوع وقته حتى يحقق النتيجة اللي في بالك. وانتبه لي لموضوع الميزانية، كثير من الأشخاص أو ملاك الأعمال يكون عنده خلفية أنه التسويق عبارة عن أداة مجانية ما بيحتاج لهاش أي ميزانية، وهذا خطأ تماما. يحتاج ميزانية سواء للإعلانات أو ميزانية تصرف لمن عمل لك المحتوى أو اشتغل لك الإعلانات، أي أنك بحاجة إلى موازنة لهذا الموضوع وبحاجة أنك تدفع لقل تحقق ثمار. لذلك نصيحة أقدمها لكلا الطرفين: أنه لازم أنه في أي تعاقد تسويقي يكون في منطقية وشفافية ووضوح أثناء التعاقد. لازم انها تتحدد الاهداف من البداية سواء كانت وعي او مبيعات او تفاعل او ايا كان الهدف اللي بتتفق انت وياه اذا كان اعلانات. اما اذا كان موضوع محتوى لازم يتم الاتفاق الكامل على المحتوى الذي سيتم نشره ونوعه وجدولته وموعده ولاين او تاريخ معين لانتهاء هذه الخطة. بالاضافة الى نقطة مهمة لوكالات التسويق انه واجب عليهم انهم يوعوا العميل ويعرفوا ايش التسويق الالكتروني وكيف يمكن يفيدهم ويكونوا شفافين معاه تماما. وأبدا إذا حسوا أن التسويق الإلكتروني ما راح يقدم لهم قيمة أي عملائهم ولا راح يفيدهم بأي طريقة من الطرق، أنت هنا من الأفضل ومن الأمانة أنك تكون شفاف مع عميلك وتقول له والله أعتذر وأنا أشوف أن التسويق الإلكتروني ما راح يقدم لك قيمة وما راح يفيدك. وفي مشاريع بالطبع لن يستفيدوا من التسويق الإلكتروني يكونوا أصحابها مش فاهمين عن الموضوع، إلا أنه أنت بدورك كشخص يعمل بأمانة وضمير أنك توعيه وتعرفه أنه ما راح يستفيد من هذا الموضوع بشكل أو بآخر. وهذه المشاريع طبعا قليلة اللي ما راح تستفيد من التسويق الإلكتروني، إلا أنه في فئة لازم أنك تتعامل معهم بهذه الطريقة. في النهاية حاب أقول أن التحول الرقمي لابد منه له أي مشروع. صح أنه على ما قلت لك في فئة بسيطة جدا من المشاريع ما راح تستفيد من مجال التحول الرقمي أو بالأخص إذا صح القول يعني التسويق الإلكتروني، إلا أنه في فئة كبيرة من الناس وفي فئة كبيرة من المشاريع معظمها بيحتاج إلى موضوع التحول الرقمي، يحتاج إلى موضوع التسويق الإلكتروني. فأنت هنا بتلاقي فرصة سواء وكالة التسويق أو مختصية التسويق أنه يقدم خدمة، إلا أنه لازم أنك تكون أمين وذو ضمير تقدم الخدمة بشكل صحيح لعميلك وتكتسب ثقته قبل حتى ما تبيع له. بهذه الطريقة أنت كسبت ماديا وبنفس الوقت كسبت ثقة العميل حتى لو ما اشتغلت لاش. حبيت اني انصح هذه النصيحة باذن الله ان انتم تكونوا استفدتم. واذا حابين تستمعوا مثل هذه النصائح وتوصل لكم دائما تقدروا تتابعوا صفحة الاحمد، ولو عندك اي سؤال او استفسار تقدر تكتبوا لنا تحت بالتعليقات وباذن الله بنرد عليك.